الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم متابعيني ومتابعين قناتي. النهاردة هنعمل حاجة جديدة جميلة، ناس كتير تعرفها كلنا نعرفها تمام، ولكن هنعملها بطريقة صحيحة وبطريقة علمية وبطريقة مفيدة ونحافظ على القيمة الغذائية بتاعتها. هي سلطة الحاتي، اللي هي سلطة المطاعم، اللي هي بتبقى فيها مَيّة، تمام. تعالوا هنعملها ونعرف عنها شوية معلومات. أهم حاجة لازم طبق السلطة ده مفيد جدًا، جدًا، لازم يكون موجود عندنا دايمًا في أكلنا. ليه؟ السلطة مفيدة للبشرة، بتخلّي البشرة نضرة وناعمة. كمان مفيدة، ما تخلّيش في تشقُّقات للرجلين. لازم ناكل مثلًا على الأقل السلطة دي على الأقل 250 جرام، تمام، في الوجبة، اللي هو يعني يُفضّل ناكلها كل يوم، تمام. ولازم كمان تكون فيها ألوان، السلطة لازم يكون فيها 3 ألوان. ال3 ألوان إيه، ما ينفعش مثلًا اللي هو إيه البقدونس والجرجير والفلفل الأخضر دول 3 ألوان، لأ. الأخضر لون، الأحمر لون، البرتقاني أو الأصفر أو الإيه، أو البنفسجي، دي ألوان. يبقى لازم يكون فيها مثلًا جزر، طماطم، خيار، الجرجير، البقدونس، الحاجات دي كلّها. دي المكونات اللي شفتوها قدّامكم. هنمسك الجرجير كده هنفرمه بالشكل ده، وبعد كده بعد ما فرمناه هنفرم بقى إيه، البقدونس. ويستحسن إن إحنا ما نخلّيش الفرم أو التقطيعات ناعمة جدًا. ليه؟ علشان القيمة الغذائية بتنزل على البلانشا، تمام. فنخلّي التقطيعات كبيرة شوية، ماشي. طبعًا سلطة الحاتي بيعملوها في المطاعم، اللي هو بيقطّعوا الخضار كلّه وبيسيبوه بدري ويسيبوه فترة طويلة ويحطّوا له التوابل والملح، بينزّل المَيّة بتاعته. ودي مشكلة كبيرة وغلط كبير، 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 ما ينفعش إن إحنا نعمله، تمام. زي ما شُفتوا دلوقتي إحنا قطّعنا الجرجير وقطّعنا البقدونس وقطّعنا الخيار، تمام. هنكمّل بقية الخيار وإحنا بنكمّل وبنقطّع. هنشرح مع بعضنا إزاي نحافظ على القيمة الغذائية بتاعة السلطة بتاعتنا، تمام. طبعًا في المطاعم بيعملوها بيقطّعوا الخضار بدري ويحطّوا له التوابل والملح، فبيجيب مَيّته، فبعد كده بيقدّمه لك المَيّة السلطة بالمَيّة. بالتالي الفيتامينات اللي في السلطة اتأكسدت، فأنت عبارة هتاكله عن ألياف بس، ما فيش قيمة غذائية. القيمة الغذائية قلّت جدًا، جدًا، جدًا يعني، تمام، لإنها قعدت بدري. الصح للسلطة الخضرا إنها تتقطّع وتتّبل قبل الأكل مباشرةً، تمام. لو أنا ما عنديش وقت ممكن أقطّع الخضار بدري وإيه، وأتبّلها، بس أتبّلها متأخّر، ما أتبّلهاش بدري، تمام. ما أدّيلهاش الملح والتوابل بدري. قبل ما آكل باتبّل بحيث إن أنا أحافظ على القيمة الغذائية بتاعتها، وطعم الطماطم ما يتغيّرش، وريحة الطماطم بالذات ما تتغيّرش عشان فيها أملاح، تمام. زي ما حضراتكم شُفتوا قطّعنا الطماطم، وده الفلفل الأخضر، فلفل أصفر عندنا، بصل أحمر، ماشي. وده بصل أخضر. الخضار المتوفر عندكم حطّوه، بس أهم حاجة لازم زي ما قُلنا إن يكون في 3 ألوان، اللي هو إيه، الأخضر والأصفر مثلًا، الأحمر، البرتقاني، الجزر. طبعًا الجزر مهم ومفيد جدًا، جدًا في السلطة، لإن الجزر مفيد للنظر. كل حاجة ليها فوايد، تمام، كل دي فيتامينات. طبق السلطة هو أهم حاجة عندنا في الوجبة بتاعتنا. لازم يكون دايمًا متوفّر طبق السلطة. هو أهم من اللحمة، أهم من أي حاجة، أهم من النشويات، تمام. هي كل حاجة مفيدة، تمام، كل حاجة ليها فايدة، بس السلطة الخضرا مفيد لأي حد بيعمل diet، أي حد بياكل مش diet، أي حاجة، تمام. هو مفيد من جميع النواحي، تمام، وما فيش منّه أي ضرر، لإن هو كلّه فيتامينات، ماشي. الجزر المبشور، بشرنا الجزر، تمام. ده ميكس الخضار بتاعنا، شايفين الجمال، شايفين لوحة فنية قدّامنا طبعًا. وأهم حاجة بقى عندنا حاجتين أساسيتين، وهُم الزيت والخل. لو في زيت زيتون متوفر عندنا نحُط، لو ما فيش زيت زيتون ممكن نحُط زيت نباتي عادي، تمام. يبقى أهم حاجة لازم نحُط الليمون، طبعًا الليمون عشان فيتامين سي، ماشي. الليمون والخل والزيت دول أهم حاجة لازم يكونوا موجودين في السلطة. شوية بابريكا بقى صغيّرين، لو موجود عندنا بابريكا بنحط بابريكا، شوية كمون صغيّرين، شوية كزبرة ناشفة، تمام، والملح بتاعنا، تمام.
طيب إحنا نقلّب السلطة وبعد كده هنغرف طبق تمام، زي ما حضراتكم شايفين الألوان جميلة، حاجة تفتح النِفس، طبق السلطة لازم أبدأ بيه، حتى لمّا آجي آكل أبدأ بالسلطة الأول، ماشي، بحيث إن أنا أشبع من السلطة، ما آكلش كتير بعد كده، السلطة مش ما بتزوّدش، ما بتتخنش، وبتحافظ على الجسم، ماشي. شايفين المنظر، شايفين الجمال، طبعًا الطعم حكاية، وريحة الخضار ده كلّه، الجرجير مع البصل، الريحة طبعًا حاجة يعني إيه، حاجة جميلة، والمنظر زي ما حضراتكم شايفين كده قدّامكم، ماشي، ده طبق السلطة لو إحنا هناكله من غير مَيّة، تمام، ده الخضار متّبل من غير مَيّة بالشكل ده، تمام. طيب لو إحنا بقى عايزين نعمل سلطة المطاعم اللي هي سلطة الحاتي اللي بتتاكل مع المشويات ومع الكفتة، تمام، اللي هي الحاجة الجميلة، تمام، قُلنا مش هنعملها بدري عشان ما تجيبش مَيّتها وتفقد القيمة الغذائية والفيتامينات كلّها تتأكسد، يبقى هنعمل إيه، هنتبّل السلطة بتاعتنا قبل الأكل مباشرةً ونيجي مدّيين لها مَيّة، مَيّة بقى ندّي مَيّة ليها ونشربها بالمَيّة وتبقى إيه، عملنا السلطة بتاعة الحاتي واستفدنا بالقيمة الغذائية والفيتامينات، خدنا الفيتامينات كلّها زي ما هي كاملة، ما اتأكسدتش معانا، ماشي، زي ما حضراتكم شايفين جبنا كوباية، كده إحنا بنعمل سلطة الحياتي بالمَيّة بتاعتها زي ما حضراتكم شايفين، شايفين الجمال، حاجة كده تفتح النِفس. بقت معانا سلطة الحياتي بقت بالشكل ده، أتمنى تكون عجبتكم، أتمنى أكون قدّمت لكم حاجة مفيدة، معلومة مفيدة، أشكركم